انت عارف انك تقدر تقدم على القرض اللي انت عايزه حتى لو كان ب6 مليون جنيه؟ ايوه زي ما سمعت كده، بس بشرط انك تبقى موظف. اصل البنوك دلوقتي بتتنافس علشان تجذب اكبر عدد من العملاء ليها، ودلوقتي بقت فاتحه باب القروض على الاخر. بس يا ترى ايه تفاصيل القروض وايه شروطها وايه مميزاتها وايه الاوراق المطلوبه منك؟ كل دي تفاصيل هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. دلوقتي البنوك في مصر بقت بتقدم قروض بأرقام كبيرة جدا للموظفين، لدرجة إنها ممكن توصل لحد 6 مليون جنيه. انت متخيل الرقم؟ وخلينا نبدأ بالقرض الشخصي من البنك الأهلي المصري، وده من أشهر القروض اللي موجودة، وتقدر تاخد لحد 2.5 مليون جنيه لو هتحول مرتبك، وممكن توصل ل 3 مليون جنيه لو في ضمان زي مكافأة نهاية الخدمة، وبفترة سداد ممكن توصل ل 12 سنة، يعني القسط أخف شوية. بس لازم عمرك ما يقلش عن 21 لحد 60 سنة عند نهاية مدة القرض، وتقدم خطاب معتمد من جهة العمل فيه تفاصيل المرتب وتاريخ التعيين. كمان لازم تقدم تعهد رسمي من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري للبنك، طبعا صورة بطاقة رقم قومي سريع. طيب لو انت مش عايز تحول مرتبك، هقولك البنك برضو مديك حل بسيط، بس هنا المبلغ أقل شوية، يعني ممكن تاخد من 200 ألف لحد 750 ألف حسب شغلك، وفترة السداد أقل كمان من 4 ل5 سنين. يجي بقى لبنك مصر، وده كمان داخل بقوة كبيرة، وبيقدم قرض بيوصل ل 3 مليون جنيه برضو مع نفس فكرة السداد الطويل لحد 12 سنة. وميزة مهمة جدا هنا إن في تأمين مجاني على الحياة، يعني لو حصل أي ظرف القرض بيكون عليه تغطية. كمان بيديك ميزة إنك تسدد بيه ديونك القديمة في بنوك تانية، يعني لو مزنوق في كذا قرض تقدر تلمهم كلهم في قرض واحد بس. وبالنسبة للشروط فهي بسيطة خالص، بتقدم بطاقة الرقم القومي، مفردات مرتب، إيصال مرافق، خطاب من الشغل، بس لازم يكون عندك دخل ثابت. طيب بقى لو مرتبك كبير أو حتى شغلك مختلف شوية، هنا بقى بيدخل بنك QNB مصر، وده بيوصل تمويله لحد 2.5 مليون جنيه. وممكن كمان تدمج دخل زوجتك أو حد من أهلك علشان تزود قيمة القرض، ودي ميزة مش موجودة في كل البنوك. مدة القرض ده بتبدأ من 6 شهور وبتوصل لحد 84 شهر، وكمان في سعر فايدة تنافسي مناسب. ومن مميزاته انه بيوفر تأمين على الحياة مجانا طول فترة القرض علشان تبقى مطمن. تقدر كمان تضم دخل حد من قرايبك من الدرجة الأولى أو الثانية زي الزوج الزوجة علشان تاخد مبلغ أكبر. كمان الأقساط الشهرية الثابتة طول مدة القرض علشان ما تحسش بأي ضغط. كمان بيتم خصم القسط بشكل اوتوماتيك سواء من الحساب الجاري او حتى الحساب الجاري بعائد. اما بقى لو بنتكلم في ارقام تقيله بجد، فهنا بيظهر ايجي بنك، واللي بيوصل القرض فيه لحد 6 مليون جنيه. ايوه زي ما سمعت كده، وفتره السداد ممكن توصل ل10 سنين. ومش بس كده، انت عندك قرض بنك القاهره للموظفين، وده بيبدا من 3000 جنيه وممكن يوصل لحد 2 مليون جنيه. كمان مدة السداد مرنة وبتوصل لحد 180 شهر. بالنسبة للشروط، لازم سنك ما يقلش عن 21 سنة وقت التقديم، وما يزيدش عن 60 سنة وقت انتهاء القرض، وده طبعا علشان البنك يضمن ان دخلك مستقر وتقدر تسدد. ايه بقى المستندات المطلوبة؟ انت هتحتاج تقدم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث ما يعديش عليه 3 شهور، كمان بيان مفردات مرتب حديث، وبيان معتمد بالحالة الوظيفية، وكمان إقرار وتعهد من جهة شغلك بتحويل المرتب أو القسط، بالإضافة لكشف حساب بنكي معتمد بيوضح الحوافز والمكافآت. بس خليك عارف القرض مش بس فلوس سهلة تجيلك زي ما ناس كتيرة فاكرة، لأنه ببساطة كل ما الرقم يكبر الفوائد بتكبر معاك، وممكن تلاقي نفسك بتدفع ضعف المبلغ أو أكتر على مدار السنين. يعني مثلا لو أخدت مليون جنيه بفوائد عالية، ممكن ترجع للبنك في الآخر 1.5 مليون أو أكتر، وده بيحصل بسبب الفايدة التراكمية. علشان كده قبل ما تاخد أي قرض لازم تسأل نفسك كام سؤال مهم: هل أنا محتاج القرض فعلا ولا مجرد رفاهية؟ هل دخلي يستحمل القسط كل شهر حتى لو حصلت ظروف؟ ودلوقتي قول لنا انت بقى ايه أحسن قرض تقدر تقدم عليه حسب ظروفك.